اول مسلسلات النص التاني من رمضان اللي هنتكلم عليها مسلسل نص الشعب اسمه محمد. وده بعد ما شفت منه لغاية دلوقتي 4 حلقات. طبعا السبب اللي مخليني كنت متحمس انه احدث اصدارات عصام عمر، والحقيقي هو فاجئني جدا باختياره للدور او اختيار صناع المسلسل لعصام عمر ان هو اللي يأدي الدور. لاننا بنتكلم على شخصية عبارة عن كذاب وخاين ونصاب وبتاع بنات وفي كل العبر السيئة. يعني شخصية متقدمة بكل المواصفات اللي تخليه شخصية سلبية، تخليني اوصل لدرجة اني مش حابب اتفرج عليه. وده مش سلبي على قد ما ايجابي، لانه قدر يكرهني في الشخصية من خلال تفاصيله وطريقته. واحلى وصف اتقدم لشخصية محمد كان من خلال والدته. ولما نيجي نتكلم عن عصام عمر في الدور، هو مقدمه بشكل جيد جدا، والولد عامل دور التوكسيك اللي مش بيشبع من البنات بأفضل طريقة ممكنة. على مستوى الكوميدي المسلسل بيقدم مواقف دمها خفيف، وأفضلها حتى الآن في الحلقة التانية، وكانت في وان لوكيشن، وإخراجيا معمولة حلو جدا. ثنائية عصام عمر ومحمد محمود رائعة، وانبسطت إني شفتهم مع بعض تاني بعد مسلسل بالطو. رانيا يوسف للمفاجأة عاملة دور جيد جدا، وده لاني مش بحب تمثيلها الصراحة. شيرين وألفة امام كذلك مقدمين دورهم بشكل كويس. انا مبسوط جدا لغاية دلوقتي من المسلسل، ممتع ومسلي، ومدة الحلقة كمان بتكون حوالي 30 دقيقة، وبتقدم فيها احداث ومواقف ظريفة ودمها خفيف. فانا بكل تأكيد مكمله للاخر لانه مسلسل حلو قوي.